الابتسامة أحيانا تلخص كل شيء، وقد تعوض الكلمات إذ غابت. الموناليزا رسمت في مشهد قد لا تراه في مكان آخر. وبعيدا عن لغة الفنون، الكرة تتدحرج وعمار يلاحق معشوقته. موغل وليس ببعيد عنها أسدلت ستار النهاية، ختام حفل لا اختتام مسيرة. نهائي الدورة الرياضية الرمضانية موغل 2023 أوشك على البداية. كل فريق ينتظر ما سيسفره حظه. لعبة النرد ستختار مكعبها أزرقا أم أصفر. قيل المثل: قد أعذر من أنذر. الرسالة واضحة بديهية من حكم المباراة. فريق الهضاب اختار جغرافيته على حساب تاريخه، فسيعود بالكأس إلى أرض الهضاب. من يدرك لغة العيون سيعلم أهمية اللقاء. التركيز مطلوب. الفريق الآخر اختار اللون الأزرق جاذبية وموضة، في انتظار إقلاع السفينة من ميناء موغل. فهل تجري الرياح بما لا تشتهي السفن؟ الطرب والأنغام حضرت، فلا يمكن لفيلم أن يبدأ بدون جينيريك. التصافح والعناق مطلوب لتخفيف حدة التوتر. الأنظار لا توحي بالودية، فالحذر من الخصم أمر حتمي. فريق عمار افتتح باب التسجيل ليرحب بضيفه على طريقته الخاصة ويسيطر على أجواء المباراة أمام فريق الهضاب الذي يتقن فن الواقعية، لكن عكسه موقعه ليصطدم بسفينة عمار. السيدة الكأس كانت أنيقة في مظهرها. حين اجتمعت العائلة حضر التصفيق. يبدو أن الصورة أبلغ من الكلام. هنا لا فرق بين الكنية أو اللقب، الجميع تحت أحضان عائلة واحدة. التقط الصورة في مشهد يحكي ألف رواية ورواية، القمر شاهد على ذلك. مشهد الختام طبعه اللون الأزرق استحقاقا وجدارة. تعودنا على أن البطل يموت في نهاية القصة، لكن المخرج هذه المرة عكس السيناريست. قسمت الحلوى مناصفة بين الجميع، فحلاوة الختام كان مغليا. ارفع رأسك عاليا، فالملك من عادته أن ينظر إلى الأمام. العائلة المغلية لقنت الجميع فن الاحترام. ذاكرة الكرة ستحفظ ما فعلته موغل لتكون صورة قابلة للاسترجاع بمجرد ذكر اسم حقيقه.